عضة واحدة من الترانشولا دي هتوديني في 60 داهية. نزل فين؟ طلع التيشيرت بتاعي. اوبس يا بنت الجزمة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو جديد بطلبية عناكب جديدة بانواع عناكب جديدة هتبهرك. اعتقد ده اول فيديو انبوكسنج على القناة، عشان كده اعمل لايك للفيديو ده واكتب لي كومنت قول لي لو عاوزين فيديوهات من النوعية دي تاني. كل طلبية افتحها معاكم ونشوف انواع جديدة من العناكب كل شوية. ما تنساش تبعت الفيديو ده لاصحابك علشان عيلة ادهم تكبر اكتر واكتر. ويلا بينا نشوف العناكب الجديدة. بصوا كده، مبدئيا دي بيوت العناكب اللي هي جوه هنا، وهنخرجها نسكنها في البيوت دي علشان وقت الفيديو انا جهزتهم، فهنفتح الحاجه ونشوف ايه اللي جواها ونسكنهم ان شاء الله. طالما فيديو انبوكسنج فاحنا محتاجين دي، بس يوم ما تنشن لازم تصيب. بس كده. نقول بسم الله ما شاء الله عشان معانا حاجات هنا زي القمر. بصوا هنطلع الكبير الاول. تمام، نخلوا الحاجات الكبيرة دي على جنب دلوقتي، وهنبدأ نطلع في الحاجات الصغيرة. معايا شوية أنواع هنا زي العسل، وهنبدأ بالنوع ده. حد عارف ايه ده؟ يلا بينا نشوف. لو انت ملاحظ مكتوب سي في زي برضو اللي مكتوب هنا على الإمبرات الصغيرة دي، فهنطلعهم الأول. وواضح إن احنا جايبين من النوع ده شوية حلوين ما شاء الله. ده يبقى الكاريبينا فيرسيكالر. تعالوا نشوف التويزر فين. نسيت التويزر. جبنا التويزر، وعشان نطلع العنكبوت من جوه كده لازم ندخله الأول ونلف نسحب القطنة كلها. بسم الله. نحاول نخليه يطلع لوحده. ما شاء الله، هو ألوانه باهتة جدا لأنه غالبا كده بريمولت كتكوت. مش هتتخيل انت الصغنن ده لما بيكبر بيكون شكله عامل ازاي. اوبس، عمل حمام عليا. عشان نسكنه بقى هيبهدلنا شوية. نفتح كده، نحاول نخليه يدخل هنا بهدوء، يحاول يطلع تاني، فاحنا هنقفل العلبة كده 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 كده. اوبس، حاول يخرج. في الحالة دي لازم تاخد بالك علشان ما تقفلش على رجل العنكبوت. تقفل على طول كده بس. خلاص، ادي اول واحد معانا. فاضل شوية دول، بس تعالى الاول نطلعهم من هنا. سي في طبعا ده اختصار الكاريبينا فيرسيكالر، ده الاسم العلمي. الاسم الشائع اللي هو الانجليش اسمه انتيليس بينك 2. معظم الطلبية جاية النوع ده لانه نوع بيست سيلر والناس كلها بتحبه. خلينا نفتح دول. اوه، في حاجة هنا، ربنا يستر. استرها معانا يا رب يا رب. هو الحمد لله فكرته كان ميت، طلعت عايشة بس كانت مزنوقة جوه. ربنا نصرني. ندخلها البيت بتاعها، مش راضية تدخل البيت. شفتوا النطة؟ شفت ايه؟ طريق السلام انت. اوبس، بس كفاية، ادخلي جوه. الكاريبينا فيرسيكالر يا جماعة من الأنواع الجميلة جدا ومناسبة للمبتدئين، ولكنها حساسة شوية. فلو انت أول مرة تربي عناكب بلاشها. لو ربيت قبل كده وفهمت يعني ايه توفر للعنكبوت احتياجات وهاتها، لأنها بجد عنكبوت جميل جدا. ودي شكلها لما بتكبر شوية، شوف لونها الأزرق بيكون عامل ازاي. وده بقى شكلها لما بتكون أدلت.
بص الالوان اتغيرت تماما، من الحاجات اللي لونها بيتغير يوم بعد يوم. عايزك تشوفها من قريب عامله ازاي. اللون الازرق باهت جدا دلوقتي مش باين لانها بريمولت وهتغير جلد. بعد ما بتغير الجلد بقى اللون بيكون تحفه ما شاء الله. دينا بقى ندخل اخر واحده جوه بس نطت نطه. اوكي وركت بطه. سوري على التفاهه. انا يعني انسان تافه. بس كده خلصنا الكربينا فيرسي كولر. ندخل على الانواع اللي بعدها. معانا هنا نوع جميل جدا واول مره اجيبه، الافونوبيلما سيماني بلو. دي البلو فورم بتاعها. ده شكلها لما بتكبر. سيبها لكم على الشاشه هنا عشان تفهموا هيعمل ازاي. نبدا نطلعها. اهي خرجت. بص شكلها عامل ازاي. لسه طبعا تفاصيلها ما بانتش لانها لسه بيبي. لما بتكبر بقى بتتحول للشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة ده. طبعا نوع شقي جدا. دي هنحتاج نحطها في علبة صغننة كده برضو، بس دي مش شجرية بقى، يعني هي نفس العلبة اللي حطينا بيها البيرسي كولر بس زودنا ارتفاع التربة. بصينا على البيرسي كولر هتلاقي التربة قليلة ولكن في أغصان فوق علشان تعمل الشباك بتاعتها، انما ده يدوب عشان مكان يكون صغير عليه لحد ما يكبر شوية وبس كده. تاني نوع معانا هو أشهر عنكبوت بطيء النمو في العالم، الجراماستولا بولكرا أو البرازيليان بلاك ترانشولا. بص شكلها كده لما بتكبر بتكون عامل ازاي. تعالى نشوف وهي صغيرة أصلا بتكون عاملة ازاي. هي مبهدلة المنديل من جوه. نسحبه بشويش وربنا يستر علشان النوع ده غالي جدا ونوع من الأنواع النادرة شوية، فخلينا نفتح عليه بشويش. ما شاء الله حجمها جميل يعني. اوب مشيتها مش كويسة عشان كانت مزنوقة بقالها فترة، فعندها رجل تقريبا فيها إصابة. بصوا الرجل المصابة ما بتعرفش تحركها كويس وتيجي تتحرك كأنها بتجرها معاها. دي جبتلها علبة أكبر شوية اهي. اوبس تنزل فيها وإن شاء الله لما ترتاح رجولها دي تظبط تاني بإذن الله. ولو حصل أي حاجة كده العنكبوت لما بيغير جلده أي أطراف فيها ضرر، أي أطراف ناقصة بتتعوض مع المولت الجديد. هنا واحد كمان هنا. أوبس يا بنت الجزمة. بس اهي الحتة دي كانت ناوية تأكشنها معانا وفعلت مودي الأكشن، بس هي ما شاء الله عليها دي صحتها زي الفل. كانت بأمان جوه العلبة. مفيش خوف عليها. تنزل بقى كده. لأ انزلي العلبة بس شطورة. نقفل عليها زي الفل. دي بقى الحلويات كلها، جراماستولا روزيا ريد فور. بص هسيب لك صورتها على الشاشة، تأمل في جمال اللون بتاعها. هي روزية فعلا. بس هي يا نهار اسود اتحشرت حشرة جوه المنديل بنت لذينة. اوبس ان شاء الله تطلع بخير بسم الله. ما شاء الله حجمها جميل جدا ما شاء الله. غالبا يا هتعمل حمام عليا يا هتعمل كيك هير. ما شاء الله. هي من نفس العيلة بتاعت البرازيليان بلاك، الاتنين جراماستولا، بس طبعا نوعين مختلفين تماما في الشكل وكل حاجة. خلينا نحطها في العلبة بتاعتها. انزل يا شطورة. لا 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 كده مش نافع. بس جميل أوي. جراماستولا روزيا دون. كده فاضلنا 3 عناكب كبيرة. تعالى بقى ايه نشوفهم ونبدأ يعني من الحاجة العادية للحاجة الجامدة أوي. خلينا نبدأ بالحاجة العادية الأول. دي تلتوكاتل البابيليسوس نيكاراجوا فيميل زي ما هو مكتوب هنا. نجيب العلبة المناسبة ليها الأول نفتحها.
يا سلام، منديل طلع وهي لسه جوه. تقريبا كانت بتلعب جمباز. نطلعها هنا. ما شاء الله. النوع ده جميل جدا يا شباب من انواع الكيرلي هير، والنيكاراجوا مختلف عن الكيرلي هير العادية اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده. دي طبعا لسه صغيرة شوية فشعرها لسه مش باين. تعالوا اوريكم واحدة كبيرة عندي. هوب 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 هوب، خرجت بره، رجعت تاني رجعت تاني. نقفل عليها انها متشوقة لطعم الحرية. بس زي الفل كده. بصوا دي بقى مجرد ما بتكبر شوية بيكون شكلها عامل ازاي. بصوا شعرها الوانه عاملة ازاي وطوله وكثافته. نوع جميل جدا ما شاء الله. بجد نوع من العناكب بيخليك تقول سبحان الله فيما خلق. شايف كل الشعر ده هيظهر بس المولت الجاي لما دي تعمل المولت تكون شبه دي بالظبط. الصراحه بقى الاتنين دول مفاجاه ومش عارف ابدا بأنهي واحده فيهم، ولكن خليني نبدا باصغر واحده ونخلي اكبر حاجه لبعدين. تمام. معانا هنا الثيرافوزا ابوفيسز. ده نوع من انواع الجولايث بيرد ايتر وهو اكبر ترانشولا في العالم. هما 3 انواع، ده يعتبر اصغر واحد فيهم او تاني اكبر نوع في العالم. خلينا الاول نجهز العلبه بتاعته عشان لو جرى او اي حاجه، وبعدين نفتح. يلا بينا. اوبس، ما شاء الله ما شاء الله. بجد نوع جميل جدا. بصوا يا جماعة التفاصيل ما شاء الله. الصغنن المفعوص ده بيوصل لأحجام عملاقة جدا زي ما انت شايف في الصور اللي انا هعرضها لك دلوقتي. اوه ده طلع بينط. ده طلع مجرم. نزل فين نزل فين؟ طلع التيشيرت بتاعي ده اللي انا كنت خايف منه. حاول ايه ننزله في العلبة. التيشيرت كويس ان انا لابس اوفر سايز المرة دي، كان حاجة تانية مكنتش هعرف اتصرف. بس زي الفل. ينزل تاني تحت. اوه طلع شاي قوي. ينزل حبيب قلبي ينزل يا بابا. عايز اقول لك ان النوع ده والاول مره يدخل مصر اللي هو الثيرافوزا ابوفيسس. بص هو نطقها ممكن يختلف لابوفيسس لابوفيسس. نطقها يعني انا مش عارف النطق الصحيح بتاعها بصراحه، ولكن هكتبه لك على الشاشه. تعالى بقى نجيب دي. تمام. ونفتحها كده. اعمل لها امان بلزق وكده عشان العنكبوت ما يزقهاش. دي مش هطلعها 8 كور لان اللي معانا هنا ذكر OBT. OBT او بترينوكيلوس مورينوس اللي هو اورنج بابون ترانشولا. هو من اخطر ترانشولات في العالم. سمه قوي جدا وهو شرس جدا. ومعانا هنا المفروض ان ده ذكر بالغ. طب ايه؟ سحبنا المنديل وهو لسه جوه. اتمنى ما نتعضش لان النوع ده شرس جدا. نسحبه بالراحه لبره. بس يا حبيبي بس نسحب دي زي الفل. بيحاول يتسلق ومش عارف لانه بقاله فتره في الانبول يا عيني. اوه بصوا يا جماعه، عضه واحده من الترانشولا دي هتوديني في 60 داهيه. بس يعني كله لاجل المتعه بتاعتكم وان انا افرجكم حاجه زي كده. ده ذكر بالغ. لا ما انا عايزك تنزل تحت بقى كده، مش نافع و ستريس كبير قوي عليا. انزل انزل يا واد انزل يا واد. بس اقفل عليه تاني سيبه ياخد راحته. ربنا يستر. بس عشان انا كل فيديو بعمله بيحصل مصيبة عندي وعندي خسائر رهيبة. حاجات كتير ماتت وبدون اي اسباب والدنيا بايظة يا جماعة. فاذكروا الله في اي حاجة تشوفوها، اي حاجة تعجبكم خلوا دايما ذكر الله على لسانكم. في عنكبوت كنت وريته لكم بس تعالى ايه نشوفه عشان كان جميل جدا بصراحه. يا باشا معانا هنا حاجه لذيذه قوي. طبعا ده دلوقتي كركبه ولسه الحاجات دي هتترص. ما انا مش عارف بلوك كتير ليه. بصوا معايا هنا بتفتح بقى بس كده. الهانتسمان. فاكرين النوع ده؟ لو حد متابعني بقاله فتره كنت عامل فيديو عنه وكانت البنوته ماتت في الفيديو بالغلط. وده جبت منه تاني وفي واحد كمان بس لسه ما عملتلوش بيت. نوع لذيذ قوي ما شاء الله. تعالوا نجرب نأكله.
ايه الدنيا معاك؟ الدنيا ما بتتحركش اصلا. هو بيهجم اصلا على اي حاجه وعنكبوت مقاتل جدا. مش عارف ليه كل ما اجي اصور فيديو يبقى دوشه في الشارع والناس كلها تصحى من النوم وناس رايحه جايه وعربيات وموتوسيكلات وحاجات زفت، رغم ان انا بصور دلوقتي الساعه 1:30 بالليل. ايه الناس اللي في الشارع دي كلها؟ انا مش عارف. ومن شويه كنت هاجي اصور الفيديو بدري، ولكن كان في عزا في الشارع بقى ومشغلين قران وكده، فمشيت ورجعت تاني. حاجات في التغليف بقى لها يومين ما رضيتش افكها عشان اصورها لكم. مش عارف انا بصراحه في ايه. اول ما قررت انهي الفيديو الشارع سكت. افتح الكاميرا، لا 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 الناس كلها بتتكلم. في ايه؟ وبقى خلاص ولا فيديو ولا نيلة. انا تعبت واتقفلت. بس كده زي الفل. انا هروح عند امي اشرب براحتي، لا حد يزقلها بالطوب ولا حد يشيل. بص، كل اللي انا محتاجه منك ان انت تقدر تعبي في الفيديوهات، عشان انا بحاول اقدم لك كونتنت نضيف بحاجات نضيفه مش هتشوفها في اي حته في الوطن العربي بجد. وبعمل كلام حلو جدا وبطلع شغل جميل جدا. الموضوع بياخد مني مصاريف ووقت ومجهود وتعب نفسي شديد جدا. اقسم بالله يا جماعه انا مضغوط نفسيا ضغطه مش طبيعيه، وبصور الفيديو بطلوع الروح. خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مفيش رجاله بتعيط بقى، خلاص قلنا ايه. غير ان زي ما قلت لك ان كل فيديو بعمله بلاقي عندي خساير بالهبل. تقديرك بسيط جدا، انزل اعمل لايك للفيديو واعمل شير، ابعته لكل اصحابك واكتب لي في الكومنتات تحت انت محتاج تشوف فيديوهات عن ايه، ولو عاوز سلسله عن الطلبيات والانبوكسنج والكلام ده من عناية دي قبل العين دي او دي قبل دي، اي حاجه مش تفرق. ما تنساش تتابعني على الانستجرام. هو الباشا مش طايقني بس هو بيقول لك تابعه على الانستجرام. وكان معاك ادم هاني، خبير في الحياه البريه، وسلام. ما تجيب بوسه. لا خلاص انا اسف. اعطاني نظره الكاريزما ولا لا بيتك ارجع. انا راجل وسخ اساسا ان انا جيت هنا. لو ملاحظين ان ده وده بس، التالت الله يرحمه.